وبنبدأ النهاردة بغابة جميلة وشيقة جدا، اللي الغابة دي بيطلقوا عليها بندورة. بيبقى عايش فيها الراجل وهو ومراته بيخلفوا ولد، والولد وبعد فترة بيخلفوا ولد تاني وبيربطوه بالبلد والقرية اللي هيبقى موجودين فيها. بيبقى هو الراجل دوا بيبقى موجود، واللي هو الافاتار موجود هو وسولي مراته، اللي هو يكون بيعلم ابنه ازاي كيف يصطاد. بينزلوا بندورة دي مجموعة من الأشخاص الإنسان اللي بيبقى موجودين هناك، بس بيكسروا وبيخربوا الدنيا، بيولعوا في القرية. بيكون إن الإنسان دوا جلبوه لفضائي، نقلوا روح لروح فضائي علشان يقدر يتعاقد مع الفضائيين ويضرب فيهم براحته، لأن القوة الجسمانية بتاع الإنسان ضعيف، فبينقلوها لكائن فضائي بيكون الأفاتار. وبتكون في حملة من الأفاتار نازلة على القطر اللي بينقل السلاح. بيكون سولي هو وأولاده بتكون هناك داخلة على القطر دوا علشان خاطر تحتله وتاخد منه الأسلحة اللي موجودة هناك، وبتخش على الإنسان بتبقى مدمره. بنرجع للأفاتار العدو اللي الشرير اللي بيبقى موجود مع الإنسان، اللي بتوريه اللي حصل في القطر وإزاي إن الأفاتار الطيبين أخدوا السلاح والناس ودمروا كيري اللي هي ابنة الأفاتار الطيب اللي بتبقى متبنية هناك. بس هي بتبقى موجودة، هي مجموعة من الأولاد في الغابة، بيكون الإنسان ده مسكهم وليهم، فبتحاول سول إنها تضرب فيهم بس ما بيقدروش عليهم لأن هم بيبقى معاهم أسلحة حديثة. بس الأفاتار الإنسان بياخدوا، والأفاتار بيمسكوا حد اسمه سبايدر اللي هو بيبقى موجود مع الأفاتار الطيبين. سبايدر ده اللي هيبقى بكرة وبعده جاسوس ليهم. وهنا بيجي سول بياخد العيلة بتاعته بيهرب، بيروح للمسطحات المائية. هناك بيقابل واحد زميل ليه اللي بيقعدوا في الألف جزر اللي هناك بتبقى المسطحات المائية. بيبقى صاحبه دوا هو قائد البحور هناك، اللي بالتالي بيقويه وبيبقى موجود معاه وبيعلمه ازاي يعيش ويصطاد، ويعلم عياله ازاي يعيشوا ويتكيفوا موجودين. بس في البداية بيتعبوا على ما يتعودوا على المسطحات المائية، وبيقولهم انا خلاص عيال هتتعلم وهيتدربوا وازاي هيمشوا وهيعيشوا خلاص موجودين هنا في المسطحات، وهيعيشوا في امن في امان لفترة من الوقت، لحد ما سبايدر هيجي هو والانسان ويجوا البلد اللي هي القرية اللي هم عايشين فيها. بس هيقعد يدوروا عليهم فترة من الزمن علشان يلاقوهم. والاطفال وهي بتلعب بتلاقي ان في انسان وجه هو والناس بتوعه علشان يضربوهم، بس الاطفال بيحاولوا يهربوا منهم بطريقة ما. وبويكا بينزل البحر وبيتوه هناك، وبيلاقي دراك اللي هو موجود الكبير بينقذه من سمكة قرش عنيفة كانت عايزة تضربه. وبيعترف ان دارك ده، وبيعرف بعدين ان هو دارك ده منبوذ خالص من الناس ومنبوذ من الكائنات الحية ومن القبيلة، علشان خاطر دارك ده كان بيدافع عن نفسه، وان القبيلة بتاعتها ما ينفعش انها تدافع او تهاجم. حتى لو جه حد علشان يضربها المفروض تبقى ساكتة وتتقبل الألم بصمت وما ينفعش ترد عليهم. وبيقول لهم ان بويكا لازم يبقى موجود وسطينا، ومش عشان هو رد الكلام يبقى خلاص كده موضوعه منتهي. فبيحصل ان هو بياخد بويكا تاني وبيقعد يهزر معاه وبيعدي الوقت مع بعض، وبيبدأ يصاحبه مع الأيام. هو وبويكا بيكبروا خالص، وبيقوله ان انت مغلطتش وان انت اللي عملته ده هو عين العقل علشان تقدر تمشي دنيتك. وبيكون الانسان ده بيجهز الطيارات والعدة علشان يروح الألف جزيرة علشان يدور على سولي هي والأسرة بتاعتها، علشان عايز يقتلها لان هم كانوا متمردين على الفاضي. لكن بترجع هنا القبيلة بتاعت بويكا. اول ما بيرجعوا للسفن بيقعدوا يحكوا مع بعض، وبيرجعوا يحكوا ازاي هي اختها والدنيا تمام. وبتقول لها انت ابنك ده كويس، انت خلفتيه امتى؟ وبتقول ان اختها دي شاعرة والدنيا ماشية معاهم تمام وزي الفل. لكن فجأة بالانسان ده ونزل في القبيلة اللي جيرانهم، وبيحاول يقتل في الحيوانات وبيحاول يهددهم وولع في القبيلة كلها ما عدا الانسان، علشان خاطر يقولوا له سولي فين. فقالوا له احنا ما نعرفش مين سولي ده ولا نعرف مين اللي انت بتحكي عليه. الناس بتبقى خايفة ومرعوبة من اللي حاصل. سبايدر بيقول له كفاية اللي انت بتعمله ده، حرام عليك، الناس دي في الجزر ما يعرفوش اي حاجة عن اللي انت بتقولها وما يعرفوش مين سولي ده، حاول تسيبها وتفكك منهم لان هم صح ما يعرفوش حاجة.
وبيرجع الامر للراجل البودي بتاعهم، بيقول لهم لازم انت السبب في الحوار دوا، انت وسولي المفروض تسيبوا القرية وتمشوا. بيقول لهم لا انا مش همشي، انا هسيب ازاي دنيته عالمي ده، انا ما صدقت وسيت على الموضوع دوا وان انا لقيت جزيرة اعيش فيها علشان خاطر ان الدنيا دي كلها بتجري ورايا. وصح الانسان بيبقوا نزلوا ووقعوا في الجزيرة ولقيوا الشاعرة دي اللي هي اخت بويكا، وخدوا منها المصل ده اللي بيعيش الانسان مدة اطول وبيدفع الناس عليه فلوس بالملايين. بتيجي مرات الزعيم اول ما بتشوف صاحبتها ماتت بتقول كان اسمها روي، وكانت بتألف اغاني وبتقول موسيقى وبتقول شعر، ازاي يقتلوها واحنا لازم نتعامل، لازم نخش عليهم ونحاول نضرب فيهم. لكن الزعيم بيقول لها احنا المفروض نهدى شوية. بيقولوا نهدى ازاي، ده هم اللي اعداء، هم اللي جايين علينا واحنا لازم نرد، ولازم نبقى لينا ان احنا نضرب ولينا حق الرد. فهو سولي بيقول لهم ازاي هتردوا، احنا لو ردينا هم عايزين كده علشان خاطر هم يمسكونا، بس ما ينفعش نديهم الفرصة دي. فالزعيم ما بيسمعش كلام سولي وبيروح لهم، فسولي بيضطر يروح معاه. فسولي اول ما بيروح معاه كده بيلاقي اولاده محتجزين هناك، لان اولاده كانوا بيفسحوا جنب الجزيرة، فالانسان اخدهم الاشرار وحبسوهم وربطوهم. لكن سولي اول ما بيروح هناك فبويكا بيطلع بيخش على السفينة وبيضربها، فده بيحاول يضربهم، فالحرب بتقوم. اول ما بالحرب بتقوم الانسان بتاعها بيخسر الجزء بتاعها، والناس ده هيكسروا له المركب وبياخدوهم طبعا للمسطحات المائية بتاعتهم، لان هم بيلعبوا على ملعبهم، بيقتلوا اكتر من حد فيهم. بس اللي بيساعدهم بويكا اللي هو بيشق السفينة نصين، والبت دي بتضرب معاهم بالكائنات البحرية اللي بتبقى معاها تحت البحر، لان هي بتتحكم فيها. سبايدر وهو شغال كده راح دايس على القيادة، راح بوظ غرق السفينة وهم بيتعاملوا خالص والحرب دايرة. فسبايدر ساعدهم، اول ما ساعدهم سبايدر راح هم ضربوه زعطوه بره. لكن سولي ما سابش الراجل الشرير اللي هو من بداية الاحداث وهو نازل فيه دعك، قال له تعالى انت عايز تضربني، طب هوب. وفضلوا يضربوا ببعض لمدة فترة كبيرة علشان خاطر يحاولوا يعدوا. بس للأسف ابن سولي الكبير بينضرب بالنار وسولي بيحط على الشط، وبيرجع للراجل الشرير تاني بيفضل يضرب فيه. لكن سولي اول ما بيلاقي ان الراجل الشرير ده بيضرب فيه بيمسك ابنه بيحتجزه وبيقول له بنتي بصوت ابنك. اول ما بيلاقي الراجل الشرير ان الدنيا بقت صعبة عليه، فالراجل الشرير بيسيب بنت سولي بصوت ابنه اللي هو سبايدر، لانه اكتشف في اخر فيلم ان سبايدر ده يبقى ابن الراجل اللي موجود من اول الفيلم نازل ضرب فيه. وبتيجي سولي بتضربهم واحد ورا التاني وبتصفيهم بالاسهم بتاعتها، لكن للاسف وهي بتصفيهم كده المركب بتغرق، وبيحصل اللي ما كانش حد متوقعه ان هما الكل هيغرقوا. بس سبايدر بينقذ ابوه، والبنت بتنقذ امها، والواد بينقذ ابوه التاني برضه، بياخدهم كلهم وبيطلعوا مع بعض على الشط. اول ما بيطلعوا مع بعض على الشط كده بيحصل ان خلاص سولي بيحاول يروح يدخل منه، والاحداث بتتصاعد خالص معانا. بس هما بيبقوا هربانين تحت المية، لكن سولي بيحاول ينقذ مرة المليون تاني وبيحاول يطلعهم برا، لكن بيكون الاوان كان ضربوا فيه. لكن بينقذوا بعضهم المعجزة الالهية ان هما بيطلعوا من تحت السفينة، وهما بيكونوا اصلا كانوا خلاص داخلين على حالات ان هما هناك، لكن بالمعجزة الالهية بيتنقذوا وبيطلعوا برا. الملخص اعمل لايك وسبسكرايب وما تنساش تعمل شير، وقول لنا رأيك في الكومنتات هيبقى ايه.